بيت له أكثر من 1300 سنة. هذا البيت بني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأكثر من 115 سنة. يقع هذا المعلم الجميل في ولاية سمايل، تحديدا في قرية الخوبار. بيت الصاروج بناه الشيخ علي بن جبر بن محمد بن ناصر الجبري، ثم غادر إلى زنجبار، ثم أكمل بناءه الشيخ سعود وجعله وقفا لذريته. ويقع بيت الصاروج في هضبة عالية في منطقة الخوبار، منطقة جميلة جدا يحيطها النخيل الباسقات، ويجري من أمامه وادي سمائل الذي يجري على مدار السنة. ويعتبر بيت الصاروج واجهة سياحية لكل عشاق التاريخ، حيث يرى في هذا الصرح العظيم قوة الإنسان العماني في بناء القلاع والحصون بطريقة عجيبة جدا. فقامت وزارة التراث العمانية عام 1990 ميلادي بترميم هذا المعلم الرائع. عمان أرض العراقة والأصالة. وأخيرا نشكر وزارة التراث والثقافة العمانية على حرصهم واهتمامهم بالمعالم التاريخية في سلطنة عمان. هذه المعالم التي بناها أجدادهم العمانيين ببطولات جثى التاريخ يسجلها لهم في صحائف الخالدين. وأخيرا أحبكم في الله، صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام.